بسم الله الرحمن الرحيم. أين شباب الصحوة؟ أين من يدعي الالتزام وهو بعيد عن الله؟ أين شباب الصحوة؟ أين من يدعي الالتزام وهو بعيد عن الله؟ إني أسألكم بالله، بماذا التزمتم؟ بماذا التزمتم يا شباب الصحوة؟ إذا لم تلتزموا بهذه الخصال، والله إذا لم تلتزموا بانضباطكم في صلواتكم وطاعاتكم والتزام منهج وسلوك نبيكم وقدوتكم، وإلا والله ستسمع كثيرا عن السقوط والانتكاسات. فلا إله إلا الله إذا لم نراقب الله في حركاتنا وسكناتنا، فلا إله إلا الله ما الذي سيبقى لنا؟ أي طاعة ندعي وأي اتباع نزعم؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والله إنه التوفيق للعبد، أي توفيق أعظم من هذا التوفيق؟ إذا أراد الله لك الخير الدنيا والآخرة ألهمك محبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أصاب الإنسان هذه الخصلة وهذه المحبة جاءته الثمرة المباركة، فصار لا يمسي ولا يصبح إلا وقلبه معلق بالله، يقوم لله ويقعد لله ويتكلم لله، يراقب الله في حركاته، يراقب الله في سكناته، يراقب الله في أنفاسه وكلماته. فأين هؤلاء؟ أين هؤلاء يا عباد الله؟ أين من همه ذلك؟ أين منكم من هو على ذلك؟ أين منكم من هو على ذلك؟ أين منا من هو على ذلك؟ أين شباب الصحوة؟ أين من يدعي الالتزام وهو بعيد عن الله؟ إني أسألكم بالله، بماذا التزمتم؟ بماذا التزمتم يا شباب الصحوة؟ إذا لم تلتزموا بهذه الخصال، والله إذا لم تلتزموا بانضباطكم في صلواتكم وطاعاتكم والتزام منهج وسلوك نبيكم وقدوتكم، وإلا والله ستسمع كثيرا عن السقوط والانتكاسات. فلا إله إلا الله إذا لم نراقب الله في حركاتنا وسكناتنا، فلا إله إلا الله ما الذي سيبقى لنا؟ أي طاعة ندعي وأي اتباع نزعم؟ أما آن الأوان يا عباد الله، أما آن الأوان أن ننتصر على أنفسنا؟ أما آن الأوان وأنت تعلم أنك صائر إلى قبر موحش؟ أما آن الأوان وأنت تعلم أنك بين يدي الله ستقف؟ أما آن الأوان وأنت تعلم أنك والله إنما أنت غمضة عين، قد تنام الليلة ولا تستيقظ غدا؟ والله إنما أنت أنفاس، قد يخرج النفس ولا يعود يا عبد الله. أنسيت الموت؟ أنسيت الموت؟ أنسيت الموت الذي سيأخذك على غفلة؟ يا غافلا تتمادى، غدا عليك ينادى. أما آن أوانك؟ قف لحظات يا عبد الله، قف واسأل نفسك هذا السؤال: هل أنت راض عن نفسك وعن طاعتك؟ هل أنت راض عن نفسك وعن طاعتك؟
أسألك بالله هل أنت ممن يراقب الله في حركاته وسكناته، ممن يراقب الله في خلواته ونزواته؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قل يا أخي آن الأوان، قل يا أخي لقد آن الأوان، لقد انتهى زمن المهلة. قل كفاني ذنوبا وعصيان، والله إن الموت يأتي بغتة يا عباد الله. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. لقد ازدادت الوفيات وازداد الموتى والله بالآلاف. اسألوا الذين يصلون في الجوامع التي تقام فيها الجنائز، اسألوا الذين يصلون في جامع الراجحي. والله يحدثني المؤذن يقول نصلي على صلاة الظهر على 7 جنائز، وصلاة العصر على 6 أو 7 جنائز، بل يقول والله نصلي أحيانا في الشهر على 700 جنازة. والله إن الموت بالآلاف يا عباد الله. 700 جنازة في جامع واحد، فانظر في الجوامع الباقية الموت بالآلاف. قبورنا والله تبنى ونحن ما تبنى، عن النوم عن الصلوات ما تبنى. بعضنا والله يصلي 4 صلوات، وإذا سألته عن صلاة الفجر قال عجزت عنها، قال لا أعرفها، قال لم أستطع القيام لها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أي صلة بالله تدعي؟ أي جنة تريد يا عبد الله؟ قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.